في مطبخ التوفير مع ام محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. هنعمل بقى مع بعض النهارده القرص الطريه الفلاحي بدقيق الحبه الكامله او دقيق الغله اللي موجود عندنا هنعمله بطريقه سهله وبسيطه وازاي تنجح معاكي. شايفين بجد شكلها بجد جميل جدا، ما هتصدق ان انت عاملاها بدقيق الغله او دقيق الحبه الكامله زي ما بتسموه. طريقه سهله وبسيطه النهارده القرص الطريه الفلاحي بطريقه سهله هتعمليها وتنجح معاكي. شايفين شكلها بجد جميل جدا. يلا نشوف هنحضرها مع بعض ازاي ونعملها مع بعض. عندي هنا في الطبق كيلو من دقيق القمح او دقيق الغله، انا جبته ونخلته كويس. ده كيلو عندي، وهجيب عليه ازود عليه كمان كيلو من الدقيق بتاع المخبوزات اللي احنا بنجيبه من عند العطار، الدقيق الفاخر. يعني المقدار عندي كيلو من الدقيق الغله وكيلو من الدقيق الفاخر اللي احنا بنشتريه اللي هو من اي سوبر ماركت، الدقيق السايب بتاعنا اللي هو الكيلو ب20 جنيه او 18 جنيه. يعني انا عملت نص المقدار بدقيق الغله وكمان المقدار يعني كيلو كمان بالدقيق الفاخر بحيث يكون مظبوط معايا. ممكن تعملها بدقيق الغله لوحدها من غير ما تحطي زوايا الدقيق الفاخر عليها، بتكون بجد كويسه برضو. انا استخدمت 2 كيلو زي ما قلت. هزود عليهم بقى المقادير. انا نخلت بقى ال2 كيلو من الدقيق، زودت عليهم رشه من الملح، وهزود عليهم كوبايه من السكر، كوبايه الكبيره هنستخدمها يعني كوبايه الميه الكبيره دي اللي هعاير بها المقادير كلها. وزودت عليهم كمان نص كوبايه من السمسم المحمص، وهزود عليهم كمان باكو من البودر، طبعا قرص الطريقه الفلاحي بجد بتكون طعمها جميل. وكمان بدقيق الغله او بدقيق الحبه الكامله بيكون طعمها بجد جميل جدا، وتكون كمان صحيه ومفيده. جربوها بالطريقه دي بجد هتعجبكم. مش على الخطوات والمقادير. عندي هنا حوالي معلقتين كبار من الخميره. هقلب بقى كل المواد الجافه مع بعض، الدقيق الفاخر مع الدقيق الغله مع السمسم بقى مع السكر. ممكن تقللي كميه السكر لو مش حابه، بس كيلو يعني كوبايه من السكر مظبوطه على المقدار. وهزود بقى 3 كوبايات من السمنه. ادي اول كوبايه، السمنه دي انا مسيحاها يا دوبها دافيه. ودي تالت كوبايه معايا، يعني كل كيلو من الدقيق بياخد معايا كوبايه ونص من السمنه. هقلب كل ده مع بعضه وابدا ابس بقى العجين بايدي. انا عايزه الدقيق يشرب معايا كل السمنه. دي قرص طريه بقى فلاحي مبسوسه، بتكون طعمها بجد جميل جدا. هبدا ابس العجين بايدي. شايفين شكل انا بعمله ازاي؟ اعملي بقى بالطريقه دي تنجح معاكي القرص الطريه. جربي تعمليها بدقيق الغله، بتكون طعمها بجد جميل جدا. يا ريت بقى فيديو النهارده تنوي بقى بالاشتراك في القناه بقى، وسيبي لي كومنت يشجعني. مطبخ التوفير مع ام محمد. انا هكمل بس العجين كله بنفس الطريقه لغايه بقى الدقيق ما يشرب عندي السمنه. لو عندك عجان ممكن تعمليها في العجان، ما بتاخدش منك وقت. بس اهم حاجه تبسي العجين كويس يعني مع السمنه، تدوبي يعني دي مع السمنه كويس بحيث يطلع معاكي يعني القرص دايبه وناعمه وقوامها مظبوط معاكي زي ما انا بعمل. امشي على الخطوات. اهم حاجه في القرص الطريه ان انت بسي يعني الدقيق كويس. انا يعني بعمله بايدي، الخطوات باينه يعني والحركه انا بعملها يعني باينه قدامكم. خلصت بقى بسيت كل العجين اللي عندي، خلصتهم. ودي عندي كله اتشرب السمنه. هبدا بقى اعجنه بلبن دافي. ممكن تعجنيه بلبن رايب، بس انا هعجنه بلبن عادي يعني. هبدا ازود بقى كميه اللبن شويه بشويه لغايه يعني ما تحطش كميه السوائل مره واحده بحيث يطلع معايا الخليط يعني قوام العجينه مظبوط. هبدا اقلب بقى معايا، حاولي اخد معايا كوبايتين كبار من اللبن او كوبايتين ونص. ده اعجن الم العجينه عشان تشرب معايا كميه السوائل. طب انا زودت لبن برضو تاني. ده اعجنها ما بتاخدش حاجه وتكوني مخلصاها. ده ازود اللبن تاني كوبايه بكوبايه. حاولي ما تكتريش يعني كميه السوائل بحيث يطلع معاكي العجينه مظبوطه. ده شكلها بعد ما عجنتها ما شاء الله طريه، وده قوامها المظبوط. اعرف ان العجينه مظبوطه ازاي؟ لما يعني اعملها على ايدي كده بالشكل ده يعني ما تشقش مني كده العجين مظبوط. هغطيها واسيبها تخمر. ده شكلها بعد ما خمرت ما شاء الله يعني حجمها اتضاعف. هبدا اشكلها بقى معاكم. ممكن تحشيها كمان عجوه وممكن تعمليها ساده. هبدا اقطع قطع صغيره واكورها وافردها على ايدي وارص في الصاج عندي. هي ما بتاخدش حاجه وتكوني مخلصاها. انا بحب افردها على ايدي. ممكن تكوريها وتفرديها في الصاج، بس انا بحب اعملها على ايدي بالطريقه دي. هرصها بقى في الصاج واعمل كمان واحده لحد ما اخلص كل الكميه. ما شاء الله 2 كيلو دي هيعملوا معايا كميه كبيره.
كورها على ايدي وافردها فردة بسيطة، وارص بقى في الصينية او في الصاج اللي هدخله الفرن لحد ما اخلص كل الكمية اللي معايا. هنعمل كمان واحدة زي ما قلت، ممكن تكوريها وتفرديها في الصينية بعد ما تكوريها، مش لازم يعني تعمليها على ايدك، بس انا بحب اعملها على ايدي. هرص بقى في الصاج لحد ما اخلص كل الكمية. عندي الصاج بتاعي، هخلص بقى الكمية وارجع لكم بعد ما خلصت كل الكمية. طبعا في صينيتين كمان هدخلهم بقى الفرن يستوي، اول ما تطلع من الفرن يعني نشوفها مع بعض. عندي بقى شكلها هنا بعد ما طلعت من الفرن، ما شاء الله واخده لون ذهبي وجميل وهشه وطريه جدا، مش ناشفه ولا حاجه. جربوها بنفس الطريقه دي بجد. وهيبقى عجبتكم فيديو النهارده، طريقه النهارده رز الطريه الفلاحي بدقيق الغله. نوري بقى بالاشتراك في القناه، سيبولي كومنت يشجعني. مطبخ التوفير مع ام محمد.